فنانين فرحتهم ما تمتش، وفي منهم اللي انفصلوا ليلة دخلتهم، ومنهم اللي كان هيترمي عليها اليمين وتروح على بيت أبوها بفستان فرحها. حنان تركي كانت هتنفصل بسبب رقص فيفي عبده، وروجينا أشرف زكي كان هيرمي عليها اليمين بسبب مفاتيح، ومنى عرفة وجوزها انفصلوا لسبب محدش يتوقعه. ومفاجأة بشأن انفصال حلا شيحة عن هاني عادل. الكلام هنا عن فنانين فرحهم باظ. يا ترى ايه أسرار انفصالهم؟ تعالوا أقول لكم التفاصيل كاملة في الفيديو ده، خليكم متابعين معايا للنهاية. فنانين ليلة العمر اللي من يوم ما اتولدوا هم بيحلموا بيها باظت في لحظة، والأسباب أغرب من الخيال. وفي منهم اللي ليلة دخلتها باظت ورجعت بيت أبوها بفستان الفرح، وفي اللي خلاص كان هيترمي عليها اليمين، زي مثلا الفنانة حنان ترك اللي كانت بتحلم بيوم فرحها هي وخالد خطاب، وكانت مختارة كل حاجة في اليوم ده ومظبطة تفاصيل اليوم علشان مفيش حاجة تعكنن عليها وتبوظ فرحتها اللي صعب تتكرر تاني. وجي يوم فرحها وكل حاجة كانت ماشية مظبوط لحد ما الدنيا في لحظة اتقلبت، وبقوا الاتنين بيبصوا لبعض ومش طايقين بعض، وفجأة مشيوا من القاعة وطلعوا الأوضة وسط ذهول المعازيم، والكل بيسأل هو في إيه وإيه اللي حصل بينهم. وهم طالعين على الأوضة قرروا إنهم هينفصلوا عن بعض، وكل ده بسبب تأخير الفنانة فيفي عبده عن فقرة الرقص اللي كانت هتقدمها. هو كده بسبب ده فعلا. وبعد ما قعدوا في الأوضة مع بعض واتكلموا بهدوء رجعوا بعض ونزلوا وكملوا فرحهم، والليلة عدت على خير. بس طبعا مفيش حد منهم هيقدر ينسى الموقف ده مهما مر السنين. أما بقى الفنانة روجينا وأشرف زكي فدول حكايتهم أغرب من الخيال. واللي حصل إن روجينا في يوم كلمت أشرف زكي وقالت له فاضي يوم التلات اللي جاي نتجوز؟ قال لها فاضي، وبدأ كل واحد فيهم يعزم حبايبه وأصحابه وأهله. وجي يوم الفرح روجينا انشغلت بمفتاح الشقة وبقت ما بتعملش حاجة غير إنها بتسأل أمها خدتي مفاتيح الشقة ولا لأ؟ طبعا أشرف زكي اتضايق جدا لأنه حس إنها مهتمة بالمفاتيح أكتر منه من يوم فرحهم، فقال لها هو في إيه؟ كفاية بقى كلام عن المفاتيح، وكان خلاص هيمشي ويسيبها لولا كرم ربنا وشطارة روجينا إنها صلحته وعدت الموضوع بكل هدوء. أما بقى الفنانين اللي فعلا انفصلوا ليلة دخلتهم هي الفنانة حلا شيحة وهاني عادل، واللي كان في ما بينهم قصة حب كبيرة الوسط الفني كان بيحكي ويتحاكى عنها، وكتبوا الكتاب والدنيا كانت تمام وخلاص باقي كام ساعة ويعملوا فرحهم، وتطل حلا بالفستان الأبيض. بس فجأة الاتنين سابوا بعض، وهاني سافر فرنسا وقفل تليفونه، وحلا كمان قفلت تليفونها، وكل واحد منهم اختفى تماما. ولحد النهارده محدش منهم قال ايه السبب اللي خلاهم يسيبوا بعض ليلة فرحهم. منى عرفة برضو حصل معاها اللي اي بنت بتخاف منه وتقول يا رب لا ما تكتبش عليا عيش الموقف ده. اصلها بعد ما اتجوزت بكام ساعة طلع جوزها واعلن انفصالهم عن بعض، وقال انه صعيدي وفي حاجات ما يقدرش يتقبلها، وهي شايفة الحاجات دي هتعطل مشوارها الفني وتضيع منها اصحابها. وقال بالنص الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة اسمه ونصيب، أنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل لأعلى حاجة فيه، وبالتوفيق للجميع.